عارفين الأكلة اللي بتتعمل في نص ساعة من غير مجهود كتير؟ دي أكلتي النهاردة، سهلة وسريعة وطعمها خطير. ولو أول مرة بتشوفوني ما تنسوش تعملوا فولو وسبسكرايب للقناة. ويلا نبدأ وصفتنا. وهستخدم النهاردة الدبابيس، غسلتها ونشفتها وعملت فيها فتحات بالشكل ده. وكمان هستخدم صدور الفراخ، علشان اللي حابب ده اوكي واللي حابب ده طبعا براحته، ممكن فراخ كاملة كمان بتطلع حلوة قوي. أول حاجة هعملها هحط بصلتين كبار متقطعين كبار. وطبعا كل ما هنزود كمية الفراخ كل ما هنزود كمية البصل. هضيف كمية حلوة كده من الفلفل الاسود، ده بيديها طعم حلو قوي ويمنع عليها اي ريحة كمان. هضيف الفلفل الاسود كله، طبعا ممكن نقلل لو مش بنحبه، ممكن فلفل ابيض. هخلط كده كويس قوي الفراخ مع البصل مع الفلفل الاسود كويس جدا. عايزة الفراخ تتغلف بالبصل كويس من كل الجهات والفلفل، ده هيديها طعم احلى بكتير. مش قادرة اقول لكم النكهة بتطلع عاملة ازاي. بعد كده هضيف فصوص من الثوم، ممكن نضيف طبعا شرايح بالشكل ده وممكن نهرسه كمان بيطلع حلو. حباها تبقى وجبة متكاملة هضيف شرايح من البطاطس مقطعها رفيع بالشكل ده. لو هتقطعوها اكبر من كده اسلقوها نص سلقة الاول. هضيف شرايح البطاطس وممكن كمان نضيف جزر، بيطلع حلو جدا. وبعد كده هضيف واحد حار، ده اختياري بس بيدي الاكله نكهه حلوه قوي. ومقطعه هنا شرايح طماطم مش كتير بس بحب اضيفها كده على الوش، بتديها برضو طعم حلو جدا. وهنضيف عصير ليمونه كامله، دي خطوه مهمه جدا عشان نمنع اي ريحه للفراخ، خصوصا ان احنا ما شوحناهاش الاول. هضيف عصير ليمونه كامله كويس جدا، دي خطوة ما ينفعش نستغنى عنها. واخر مكون وهو ده النهاردة بطلنا في الوصفة هو الزيتون. انا استخدمت زيتون مخلي زي ما انتم شايفين ومقطعاه بالشكل ده. لو حابين تستخدموا زيتون كامل براحتكم طبعا، بس الزيتون ده بينقل الصينية في حتة تانية خالص، بيخلي طعمها خطير. التوابل النهاردة بسيطة، ملح وفلفل 7 بهارات بابريكا مدخنة. وانا ضفت كركم كمان، ده اختياري بس بيديها لون وطعم حلو وفايدة كمان. خلاص كده صينيتنا جاهزة، هنبدأ نقلب كله مع بعضه كويس. عايزة اقول لكم ان انتوا ممكن تضيفوا اي خضار تاني بتحبوه، ممكن نضيف كوسة كمان بتطلع حلوة قوي. اخر حاجة بقى رشة زيت الزيتون من على الصينية كلها، ممكن طبعا نستخدم زيت عادي وممكن نستخدم سمنة او زبدة زي ما تحبوا، دي حاجة اختيارية. واخر حاجة النهاردة هي الشوربة، انا استخدمت كوباية واحدة من الشوربة او المرقة برضو المتوفرة عندنا. لو احنا هنستخدم فراخ بالعظم كاملة استخدموا كوبايتين من الشوربة علشان تلحق تستوي فيها. كده خلاص صينية جاهزة تدخل الفرن. هغطيها الأول بورق زبدة وبعد كده فويل، وهدخلها الفرن وهي متغطية أول ساعة إلا ربع. لو هنستخدم فرخة كاملة هنسيبها أكتر شوية، هنسيبها ساعة كاملة. هغطيها كويس جدا على درجة حرارة 180 الرف وسط، هسيبها أول ساعة إلا ربع وبعد كده هشيل الغطا واسيبها تكمل سوا وتاخد لون حلو. وطبعا لو فرخة كاملة هنسيبها ساعة كاملة متغطية وبعد كده نشيل الغطا. بس خلاص أكلتنا خلصت، سهلة وبسيطة وطعمها خطير. قدمتها مع رز بشعرية أو رز أبيض زي ما تحبوا، بس خطيرة لازم تجربوها ومتأكدة هتحبوها ومتأكدة هتعجبكم.